أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. أنا عارف يا صديقي إنك جربت تشتغل على مواقع الفريلانس بس ما عرفتش. جربت الموقع ده وده وده وغيرهم وما كانش فيه أي نتيجة. بكل بساطة يا صديقي لأن المنافسة في المواقع دي عالية جدا. يعني لو واحد طالب خدمة على الموقع ده بتلاقي 100 واحد على الأقل مقدم عليها، وده بيقلل فرصك إنك تاخد أي خدمة على المواقع ديت. وكمان بتدفع اشتراك للمواقع ديت عشان تقدم على الخدمات. طب هتقول لي إيه الحل؟ أنا جايب لك منصة فكرتها مختلفة عن باقي مواقع العمل الحر. بكل بساطة يا صديقي المنصة ديت هي اللي بتوصلك للعميل مش العكس. يعني إيه؟ خلينا نعمل لايك وشير وتعالى أقول لك. المنصة اسمها ساوند ديلز. المنصة انطلقت في 2016 بس كانت متخصصة في خدمات التعليق الصوتي لحد ما بقت المنصة رقم واحد في الوطن العربي في مجال الخدمات الصوتية، وبقى عندهم قاعدة كبيرة من العملاء وأغلبهم من دول الخليج، وعدد كبير من العملاء بقى يسأل على خدمات تانية بجانب الخدمات الصوتية زي مثلا خدمات التصميم والمونتاج والموشن جرافيك والتسويق وكل خدمات المحتوى الرقمي المرئي والكتابي والمسموع. فالمنصة قررت تضيف الخدمات ديت، وكمان عملت قسم الكورسات للي حابب يتعلم المهارات الرقمية المختلفة زي مجال الجرافيك والمونتاج والتسويق والتعليق الصوتي وإلخ. بكل بساطة يا صديقي كل اللي عليك هتسجل في المنصة والتسجيل مجاني. بعد كده محتاج تفعل الحساب بتاعك على حسب الخدمات اللي بتقدمها. مثلا انت لو جرافيك ديزاينر فهتفعل الحساب الخاص بالجرافيك ديزاينر، ولو معلق صوتي هتفعل حساب معلق صوتي، وهكذا. طب اعمل ايه عشان افعل حسابي على المنصة؟ كل اللي مطلوب منك انك ترفع اعمالك على المنصة وبعدين تقدم على تفعيل الحساب، وبيتراجع في خلال ساعات قليلة، وبيجيلك رسالة على الايميل بالقبول. بعد تفعيل الحساب بتقدر تضيف خدماتك للمنصة وتحط السعر المناسب لكل خدمة. كل الخطوات ديت هنعرفها مع بعض بالتفصيل خطوة خطوة، وتعالوا نفتح المنصة ونشرح الخطوات دي بالتفصيل. ورابط المنصة هتلاقيه في الوصف. لما تضغط على الرابط هيفتح لك الصفحة ديت. هنضغط على تسجيل عضوية جديدة عشان ننشئ حساب على المنصة. طبعا انت لو ليك حساب على المنصة قبل كده هتدخل الايميل والباسورد هنا. المهم هنضغط على تسجيل عضوية جديدة، هيطلب مني الايميل اللي هسجل بيه. بعد كده هيبعت لي رابط تسجيل على الايميل، هنضغط عليه بالشكل ده، هيفتح لي الصفحة ديت وهتملى البيانات المطلوبة، وبكده انت سجلت في المنصة. ودي الصفحة الرئيسية. بعد كده محتاجين نضيف الخدمات اللي بتقدمها على المنصة وتحط السعر المناسب لكل خدمة. وعشان اضيف الخدمات بتاعتي هيطلب مني حاجتين. اول حاجة اني افعل الحساب المناسب للخدمات ديت. يعني مثلا انت لو معلق صوتي هتفعل حساب معلق صوتي، ولو بتقدم خدمة تصميم الشعارات مثلا فهتفعل حساب مصمم جرافيك، وهكذا. وعشان تفعل اي حساب هيطلب منك انك ترفع عينة من شغلك، يعني هتعمل معرض اعمال على المنصة. بعدها بتقدر تفعل الحساب بكل بساطة. وتعالوا نشوف الخطوات مع بعض. عشان تضيف الخدمات اللي بتقدمها هتضغط على اضافاتي وهيفتح لنا الصفحة ديت. من خلال الصفحة ديت ممكن نضيف معرض اعمال او الخدمات او الدورات. طب احنا عاوزين نضيف دلوقتي الخدمات اللي احنا بنقدمها. بكل بساطة هنضغط على قسم الخدمات بالشكل ده، ودي الخدمات اللي انا بقدمها على المنصة. وطبعا انت هتلاقي الصفحة ديت فاضية عندك عشان انت لسه ما ضفتش اي خدمة. والمنصة عاملة حاجة مميزة، هي انك هتلاقي فيديو توضيحي لكل حاجة ممكن تعملها على المنصة. مثلا لو ضغطت على العلامة الحمراء ديت هيفتح لي فيديو يوضح لي خطوات اضافة الخدمات بالتفصيل. السلام عليكم. أهلا بكم في نظام الخدمات على منصة ساوند ديلز. يوفر نظام الخدمات دليل. يعني المنصة مسهلة عليك كل حاجة. هنضغط على خدمة عشان يفتح لي صفحة الخدمات بالشكل ده. هنلاقي مجموعة كبيرة من الخدمات، وهنلاقي تحت كل خدمة الحساب المطلوب ليها. يعني مثلا خدمة زي تصميم الشعارات الحساب المطلوب ليها هو حساب مصمم جرافيك، وانا بالفعل مفعل حساب مصمم جرافيك عشان كده قدرت اضيف الخدمة. طيب ازاي تفعل حساب مصمم جرافيك؟ بكل بساطة اي حساب عشان تفعله بيكون له شروط. وخلينا ندخل على قائمة الحسابات ونشوف. هنضغط مثلا على تفعيل الحساب، هيفتح لي صفحة فيها كل الحسابات اللي موجودة على المنصة واللي تقدر تفعلها. وزي ما قلت لك ان كل حساب بيكون له شروط عشان تفعله. مثلا عشان نفعل حساب معلق صوت مبتدئ هيطلب مني رفع العينات الصوتية الخاصة بيا، وعشان نفعل حساب مدير الجلسات هيطلب مني السيرة الذاتية ومقابلة شخصية، وهكذا. كل حساب هتلاقيه ليه شروط. طيب هتسألني ايه شروط تفعيل حساب مصمم جرافيك؟ هو شرط واحد بس، انك ترفع عينة من شغلك، يعني تعمل معرض اعمال على المنصة. طب ازاي تعمل معرض اعمال على المنصة؟ تعال اقول لك. هنروح على اضافاتي وبعدين نختار معرض الاعمال. لكل حساب انت بتفعله بيكون له معرض اعمال خاص بيه، وجوه معرض الاعمال تقدر تضيف الالبومات. يعني كل مشروع بيكون له البوم خاص بيه. هنضغط على معرض اعمال عشان نضيف معرض اعمال جديد. هيطلب مني ان اختار الحساب اللي بعمل له معرض اعمال. هيطلب مني اختار نوع الحساب. زي ما قلت لك كل حساب بيكون له معرض اعمال، فهنختار حساب مصمم جرافيك عشان انا عاوز افعل حساب مصمم جرافيك. بعد كده بكتب اسم المعرض ووصف للمعرض وبضغط على انشاء المعرض، وهتلاقيه ظهر عندك بالشكل ده. هنضغط عليه عشان نفتحه، وطبعا هتلاقيه فاضي. هتبدا بقى تضيف المشاريع بتاعتك هنا. وعشان تضيف المشاريع بتاعتك هتضغط على اضافه البوم. هيطلب منك اسم الالبوم اللي هو اسم المشروع، وبعد كده هتكتب وصف مختصر للمشروع. بعد كده هتضغط على انشاء الالبوم. هيفتح لي الصفحة ديت. هنضغط على عمل جديد عشان اضيف الملفات الخاصة بالمشروع. طبعا ممكن تكون صور او PDF او صوت او فيديو. بعد ما ضفت صورة الشعار بعمل له صورة مصغرة بالشكل ده. بعد كده ببدأ اضيف البيانات الخاصة بالمشروع.
وبعدين بعلم على العمل جاهز للنشر واضغط حفظ. وبكده المشروع انضاف لمعرض الأعمال. لو حابب تضيف أي صورة تانية للمشروع هتضغط هنا وتضيف باقي الملفات والصور بنفس الطريقة. بعد ما رفعت المشاريع الخاصة بيك انت كده جاهز عشان تفعل حساب مصمم جرافيك، فهنضغط على إضافاتي ونختار خدمات وندخل على صفحة الخدمات بالشكل ده، وبعدين نضغط على تفعيل الحساب بالشكل ده عشان يفتح لي صفحة الحسابات، وهنروح على حساب مصمم جرافيك وبعدين نضغط على تفعيل. بس انا مفعل الحساب عشان كده ظاهر عندي باللون الاخضر، بس انت هتضغط على تفعيل عادي وبكده انت قدمت على تفعيل الحساب. بعد كده خدمة الدعم هيراجع الحساب بتاعك وهيرد عليك في اقرب وقت وهيبعت لك رسالة على الايميل بالتفعيل. ولو انت حابب الموضوع يتم بسرعة ممكن تتواصل مع الدعم على الواتساب، بس هو في العادة ما بياخدش وقت. بعد ما يتفعل حسابك انت كده جاهز انك تضيف الخدمات. هنروح على اضافاتي وبعدين الخدمات وهندخل على صفحة الخدمات من هنا. بعد كده هنلاقي الخدمات الخاصة بحساب مصمم جرافيك اتفعلت وتقدر تضيفها لحسابك. وتعالوا نشوف هنضيف الخدمات ازاي. الخدمات اللي باللون الاخضر ديت هي اللي انا ضايفها للحساب بتاعي، واللي باللون الاصفر دي متاحه اني اضيفها. وتعالوا مثلا نضيف خدمه تصميم فلاير. هنضغط على تقديم الخدمه. بعد كده هيقول لي ان الخدمه دي سعرها المفروض ما يقلش عن $30، فهعلم على موافق وبعدين اضغط على بدء تقديم الخدمه. بعد كده هضيف البيانات الخاصه بالخدمه زي عنوان الخدمه والوصف وبرده الكلمات المفتاحيه الخاصه بالخدمه، بحيث لما حد يجي يبحث عن الخدمه دي تظهر له. بعد كده بتحدد سعر الخدمه. هنا بدخل سعر الخدمه اللي هيدفعه العميل، وهنا بيظهر لك اللي انت هتاخده، والمنصه بتاخد 25%، فانت بتراعي نسبه المنصه وانت بتحط السعر. بعد كده علم على الخدمه جاهزه للنشر وبعدين حفظ. وبكده انت ضفت الخدمه للحساب بتاعك ويقدر العميل يطلبها منك. وخلينا ننتقل لجزء تاني، ازاي اسحب الفلوس بتاعتي من المنصه. المنصه بتوفر وسيلتين لسحب الفلوس، وهي باي بال او الحساب البنكي، وانا بفضل باي بال عشان الحساب البنكي ليه حد سحب وهو $750، ولكن باي بال ما بيكونش فيه حد للسحب. وعشان نعمل كده هنضغط هنا وندخل على الملف الشخصي وبعدين نضغط على علامه التعديل ديت. بعد كده هنروح على الحسابات المالية وهنلاقي عندنا خيارين بالشكل ده اللي هما بايبال والحساب البنكي. لو هتستعمل الحساب البنكي هتدخل البيانات الخاصة بيه هنا، ولو هتستعمل بايبال هتدخل الايميل الخاص ببايبال هنا وبعدين تضغط تحديث. وبكده انت ضفت طريقة السحب. بعد كده تعالوا نضيف صورة البروفايل الخاصة بينا. من نفس الصفحة هنضغط على الصورة الشخصية وبعدين هنضغط هنا ونضيف الصورة الشخصية الخاصة بينا. وبكده عرفنا ازاي نسجل على المنصة ويكون لنا حساب فيها، وازاي نضيف الخدمات ومعرض الأعمال وطرق السحب. المنصة سهلة عن باقي مواقع العمل الحر، فاستغل الفرصة ديت. ورابط المنصة هتلاقيه في الوصف. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، في أمان الله.